شخصية الراجل ده مسرح، لازم يشوف الناس ويكلمها كده، ومش عايز بقى ناس تيجي تقول لي ايه هتعيد شخصية اتكررت والكلام البايخ ده. خطتي الحمد لله كويسة. ان انا بكتب رواية انا وخالد جلال، والمفروض ان شاء الله نفتحها هنا في مصر واعمل سيزون حلو. ولكن بعد ما كتبنا وبتاع الكلام ده خالد ما يعرفوش، يعني مش عارف اقوله ولا ايه بقى. هقابل خالد عشان جات لي في دماغي حاجة عايز اعملها الحقيقة. ان شاء الله عايز انزل رمضان مبروك ابو العالمين حمودة مسرح ان شاء الله. بجهز من دلوقتي، دعواتكم بقى. هو رمضان شخصية الراجل ده مسرح. ليه؟ لان رمضان لازم يشوف الناس ويكلمها كده، فاهم كده؟ لازم يبقى قريب قوي. الناس بفضل الله والله مش عايز بقى ناس تيجي تقول لي ايه هتعيد شخصيه اتكررت والكلام البايخ ده. بجد ما تزهقوناش، لان في شخصيات ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الناس تحبها قوي كده، لا كل شويه تستدعيها يفرحوا بيها، الى جانب الوقت اللي بيتكلموا فيه واللي بيقولوا ايه فيه. فالراجل ده رمضان مبروك لازم نستدعيه اليومين دول ان شاء الله. اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر.